السلام عليكم ومرحبا خوتي. واليوم ما رانيش فرحان، ما راناش فرحانين ورانا جايبين لكم الضحك جايين باش نضحكوا باش نفوجوا عليكم ان شاء نبدلوا الله. المورال هذا. ولكن صراحه فريمون خاوتي ماناش فرحانين. كيفاش راح نكونوا فرحانين خاوتي والقناه الاولى ولا الاوفيسيال تاعنا ساج سترايكات وهي على مشارف النهايه؟ المشكله مازال ما التحقتوش هنا. القناه الاولى تعرضت للابلاغات خوتي وبغات تحذف. حنا بغينا نكونوا مجموعين بعائله واحده في هذه القناه. ما تنساوش اخوتي تشتركوا معنا وتقولوا لصحابكم اللي يشتركوا معنا باش ترجع لنا الفرحه. كاين لي بارتي كاملين من اللي السكتش هذا تاع باسو حنا مقسمينها على دي بارتي هكا باش تجيكم ما يجيكمش طويل وما يجيكمش ممل خاوتي. غادي تدخلوا القناه تلقاو بزاف تاع لي بارتي ان شاء الله وين تشاركوا فيهم ضحكه مع بعضنا. نروحوا دركا نكملوا البارتي كات تاع باسو من زكينا. ليتس جو. كاينه البوفا نضربوا النفحه اليوم ولا نعديوها دخلتي في الزمان ديك الساعات ما كيبقاش. بيس اند لاف. بيس. ملي يلاه كتزوج كتكون مراتك مريضه فين ما كان هذا الفارماسي دوكار تمشي تجيب فيه الدواء يكون في شي شاوه وتجيب اشنو خاصك الحبيبه مالك هذا باش كتحسي الطبيب الدكتور فلان الدكتور الجواري الله يخليك راه البدا بشويه والو. المهم ما خصك غير كتدخل انت وياها بالزمان كتكون المراه مسكينه كتقطع ما فيها ما يتشاف الظهر الشقيقه جميع الامراض مجموعين فيها. حدك كتطلق ليها الرقيه الشرعيه في يوتيوب وكتخليها هي والاشهار ديال لي فاغيس الكفر تقولها لقيتيها. لا خصنا نتعاملوا مع المراه. الناس اللي مزوجين وفايتين في الزواج واحد 15 16 عام. عندي لكم واحد السؤال، هذا سؤال حنا دابا كنناقشوه. ملي كتمشي للبحر في الصيف تعوم انت ومراتك، هذا غير سؤال سؤال باش تكون مفهوم. كتدخل انت كتعوم ومراتك كتقابل لك الباراسول والفوطه وداك الشيء كتجي انت كتدخل مراتك باش تعوم وكتدخل مراتك تعوم ولكن مراتك كتعطل في البحر كتعطل ساعه وربع ساعه. هذا غير سؤال. واش ما كيجيكش داك الاحساس ديال شوا رجعات سوا ما رجعات؟ قلنا شعورك انت راك مزوج، قلنا شعورك. مزوج هذه مده 35 سنه زواج. عندي 35 سنه زواج اصلا عندك 30 عام. 30 عام اخوتي راه شارف هذا. وعنده 35 سنه زواج تما تزوج بكري. هذا راه مزوج بالميزيريه بالفقر. هذا ما كان. ياك اسي الحاج عزرا ما كرهتيش تخليها في المسرح انا. الحاجره مع الحاجره مسألة كبيره. ما كتكرهش تقول للبحر اني زوجتك اياها. قير شو لابا واش نرجع له نسات شي حاجه اخرى؟ ولكن هذا الشيء غير من قبيل الضحك. تحيه للعيالات وتحيه للامهات. من بعد يتفاهموا غير باش نكونوا واضحين زعما بلا ديك اللغات ديال الخشب وداك الشيء. شوف اي راجل ناجح في حياته كيكونوا جوج العوامل مهمه، الام ديالو والمراه ديالو او الزوجه ديالو باش نكونوا واضحين. وي والله وهذا المثال هو وحدكم. انا الحمد لله الام سيكو خديت منها بزاف ديال الحوايج والزوجه ديالي عاونتني في واحد الحاجه. اشنا هي؟ لان تلاقيت مع واحد بنت الناس جمعاتني. شويه راكم عارفين هذا علاش كيقول لك الراجل اللي كيتزوج راه كيكمل دينه وعارفينه كافر بالله. تلاقينا في واحد الظروف زوينه. انا كنت غير طالع في واحد الموبيل قلت لها السلام عليكم قالت لي حتى انا كنبغيك. والحمد لله زعما ماشي الزواج بدل فيا بزاف ديال الحوايج زوينين. يعني الزواج كيخليك تكونسونطر على حياتك، تكونسونطر ما كتبقاش تخرج بزاف. ما بقيتش كنخرج بزاف، ما بقيتش كندير بزاف، ما بقيتش كندوي بزاف. الا جويت كنقول واخا اوكي ايسخر ربي نتريت جمله واحده. ولكن عندكم صحابكم هكا تقولوا زعما باسو ماشي راجل في الدار ولا لا. والله سيدي كلمتي ما كتهبطش الارض. نقول لها بغيت نجفف تخليني نجفف. حنا اصلا نهار تزوجنا درنا القرعه شكون غيجي الراجل في الدار جات فيها هي. تحيه للعيالات. عليك خليها هي الراجل انت الراجل برا. شرب شحال من واحد واخا كتشوفني هكا انا راه دزت في واحد الوسط عائلي الحمد لله لاباس عليه.
في صحتنا. الا ضربك شي واحد من الكبار ديال القوم في الدار عندنا عرفتي كاع دوك التصاور اللي تمحاو في الكاليري كيرجعوا عاوتاني وباقي عاقل. الزبير وقعوا لي بزاف ديال الطرائف في الصغر سي كو من ورا ما نجحت في الكوليج قريت في مكروت مشيت للثانويه لزاكوره. وبالنسبه لي الثانويه كانت واحد المحطه كانت فيها الحريه، مشيت اكتشفت الناس اخرين الجمعيات، وخصوصا مشيت انخرطت في دوك الجمعيات الدينيه والافتاء والتبليغ وداك الشيء. وملي كنرجع للدار كنبقى عليهم غير الفتوى لدرجه مالين الدار ما بقاوش كيجلسوا ما بقاوش يجلسوا حداها. باقي عاقل واحد المره كان الوالد جالس كيصوب هادشي ديال الجمال والفياله بالطين وهذا، وبغيت نمارس عليه شويه ديال الموعظه وداك الشيء. قلت له الوالد هادشي اللي كتصنع الجمال والفياله وداك الشيء راه فيه شويه ديال الشبهه، راه بحال كتصاوب الاصنام وهذا وداك الشيء، وخصك شويه ما تبقاش تصاوبهم وهذا مجال الزلايف والطباصل ماشي مشكل. هز واحد الصنم يلا خرجوا من الفراغ عرفتي ضربني به التبانوا ديال الالهه ديال قريش كيلعبوا البارتشي. من تما ما باقيش مشيت مع الوالده مشيت للليسي وليت ليبرالي، ما كاين لا جمعيات لا والو، تحررت. ما كان على الارشيطه والفكاهه جات كوميديا. واللي لاحظتي حتى من ورا كوميديا اكتشف بلي العائله ما كانش عندهم ذاك الاهتمام بزاف. بنت في التلفازه ربحت في كوميديا، ولكن بالنسبه للدار عادي ما سوقتش. الوالد سولوه قالوا لي شنو هو الاحساس ديالك ولدك ربح كوميديا؟ قال لهم نفس الاحساس كون ما ربحش كوميديا زعما. دابا في برا ملي كيكون عندهم شي دري عنده الملكه ديال الفن كتلقى العائله كلها كتعاونوا، كلشي واقف معاه، اللي يشري ليه بيانو اللي يدخل الكونسيرفاتوار، كتلقى ديك العائله كلها بغات تنخرط باش تطلع داك الدري فنان، باش كل واحد يتحسب ليه ملي كبر. الا غير رسم شي تخربيقه لباه كيجيبها ليه كيقول ليه واو سي جينيال سي توا، كيقول ليه وي سي كي سا مامان بابا واو، كيعلقها ليه في الحيط كيعطيه 50 اورو باش تبقى تيتكار في داك الحيط بلي راه با اللي عاونوا على الرسم. انا الحيط ديال الدار ديالنا باقي فيه دوك التقابيل ديال داك الحجر اللي صيفط لي الوالد ما جاش فيا. واحد المره انا زغبني الله مشيت رسمت الوالد والوالده وجبتهم لي، قال لي اش هذا الزمر اش هذا الشيء؟ قلت لي انت وامي مزيان. فينا هي امك دابا انا وفينا هو انا؟ والله يا امك وباقي ترسم امك هنا. من تما ما باقيش قربت للملونات. الجد الله يرحمه هو اللي كان يتحكم في كل ما يتحرك داخل، وجدي كان سد علينا واحد السده ديال كيم جون، حتى حاجه ما كتدخل حتى حاجه ما تخرج. حنا اخر وحدين شرينا راديو، واخر وحدين داروا الفيديو، واخر واحد حنا ما شرينا البارابول حتى خرج الايفون 10 والو. من عازلين على الفن واحد العزله والو. كنقول لك والو. حتى نهار شرينا التلفازه كان هو اللي كيشعلها هو اللي كيطفيها، وكتشعل مع 8 كتطفى مع 9. كنا كنشوفوا فيها غير مصطفى العلوي الله يذكره بخير، كتشعل التلفازه مصطفى العلوي الاخبار طفيو الباكور سيروا تنعسوا. الغد ليه نفس الشيء، اخبار مصطفى العلوي طفي سير تنعس. شهر الشهر الاول الثاني 3 شهور بعد المرات كتغلط وكتخدمها، الا ما لقيتيش مصطفى العلوي لابد تسمع شي واحد كيقول لك وطفيوها راه ما كاينش مولاها. عاقل واحد. المعاناه هذه تاع التلفاز وبرامج اللي كانوا عندهم وقت ويطفاو، هذو بالك ما عقلش ليها بزاف الناس اللي راهم في هذه الجينيراسيون الجديده، يعني اللي ما جينيراسيون تيك توك التلفزيون كيفاش بدا والوقت كيفاش بدا. صراحه باسو كيما نقولوا دركا تقريبا في هذا السكاتش نقدر نقول لك راه يحكي على حياته شويه، جاي من الصغر من ما قبل الشهره هو جاي الى التالي. الحاجه المليحه اللي عجبتني في هذا السكاتش هي انه مواكب الاحداث اللي كانت في هذيك الفتره، يعني يحكي لك على ذيك الوقت بجميع التفاصيل. المشكله ربط الاحداث ولا ربط السكيتش يعني راه متسلسل، يعني كاين يعني راه متناصر، وحتى كيرجع بك لديك الفتره يرجع بك بكاع صوالحها. ما كانش كاين تلفزيون، كانت الناس مازال تحشم من الكبير، مازال الكبير هو اللي يتحكم، راك فاهم. انا تعجبني غير الدخله والخرجه من الموضوع كيفاش يدخل بها، كيفاش نتناسق مع باسو. كما كتشوفوا خوتي حنايا باسو ضحكنا معاه تبارك الله، ومازال غادي نتلاقاو في بارتي ومازال غادي نضحكوا معاه ان شاء الله في كما نقول اجزاء اخرى. خوتي ما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه هذه. القناه الاخرى باذن الله راح تروح يعني ابلاغين صاي. تلاقوا فيديو جديد خوتي، حلقه جديده. سلام.